مئات الجزائريين طردوا من المغرب في 2 مارس 1973 بعد تعرض الآلاف من الهكتارات الزراعية والممتلكات العقارية العائدة لملكيتهم إلى التأميم دون تعويض. عبد السلام بارودي زار عائلة جزائرية سلب منها المغرب أملاكها، ولا زالت منذ سنة 73 تطالب بحقها في استعادة أملاكها أو التعويض. هكذا سلب منهم المغرب أراضيهم الفلاحية الممتدة على مساحة 12 هكتارا من أجود الأراضي الكائنة في عمالة وجدة شرق المملكة. هي قصة عائلة جزائرية أمام الظهير الملكي الصادر في سنة 1973 أراضيها قبل أن يغادر أفرادها المغرب مرغمين نحو الجزائر وفرنسا. وبعد 41 سنة على ذلك لا زالت عائلة جعون القاطنة في مدينة تلمسان مصرة على استعادة حقها الضائع الذي أممته السلطات المغربية دون تعويضات تذكر، رغم المراسلات التي يوصي الحقوقيون في الجزائر بعدم إحالتها على العدالة بعدما أصدر القضاء المغربي أحكاما ضد الجزائريين الذين حاولوا استعادة أملاكهم عن طريق العدالة. الجزائريين صدروا لهم الأراضي نتاعهم ولحد الآن ما كانت حتى إجابة عليهم، رغم الشكاوي اللي قدمناها لوزارة الخارجية المغربية ووزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري. هي مراسلة درنا كتبناها للمدير إدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائط. هي المراسلة ها هي. السيد مدير المحافظة يقول لها أنهي إلى علمكم أن الملك الموضوع له الرسم العقاري رقم 7617 الكائن بإقليم وجدة جماعة سيدي يحيى، البالغ مساحته الإجمالية 12 هكتار و29 آر، الذي كان يملكه السيد جعونة محمد بن عمر الجزائري، قد تم استرجاعه من طرف الدولة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المذكور في الموضوع. وهذا الاسترجاع نشر بالجريدة الرسمية يوم فاتح غشت 1973. ورغم تدخل عدة أطراف على خط التسوية، فإن السلطات المغربية لا زالت تعتمد في ردودها على الظهير الملكي الصادر في مارس 1973 الذي بررت به تأميم أملاك الجزائريين دون تعويضات تذكر. نطلب من السلطة المغربية استرجاع الأملاك تاعنا، لأنها موثقة عندها واحد التيتر تاع اللي ياخذ 7617. كذلك احنا تزادينا في المغرب، زادينا في وجدة، وعنده والوالد المتوفي له زوجتين توفوا رحمهم الله مغربيتين. كان من الأجدر حسب نظري هاد نقل الملكية اللي عطوها لواحد المغاربة كانت تنقل إلى الزوجات نتاعه، على الأقل للزوجات نتاعه للاستفادة منهم. نحن نطالب السلطات المغربية بحل هذا المشكل واسترجاع الحقوق تاع الجزائريين اللي كانوا مقيمين في المغرب واسترجاع الأملاك تاعهم. ملف الأملاك الجزائرية في المغرب هو خلاف آخر في العلاقات الجزائرية المغربية يتطلب تجاوبا مغربيا لاستعادة تلك الأملاك المقدرة بملايين الدولارات أو تعويض من سلبت القوانين المغربية الجائرة حقوقهم المشروعة، لتبقى قضية عائلة جعونة نموذجا حيا على ذلك.